كل بطل عنده قصة بداية، بس مش دايما البداية بتكون لمع أو مليانة شهرة. في أبطال بيبدأوا من الصفر، من وجع، من لحظات محدش شايفها، لكن الوجع ده بيولد جواهم نار مش بتطفي، نار بتخليهم يكملوا حتى لو الدنيا كلها ضدهم. وفي وسط ملايين الوجوه اللي عدت على الدنيا، في وجه واحد بس هو اللي كان مكتوب له يغير التاريخ، مش بالسلاح ولا بالسياسة، لكن بعقله وإصرار. وجه بنت بسيط من بيت صغير في نيويورك، كانت بتسأل سؤال واحد بس: ليه الناس بتموت من أمراض ملهاش علاج؟ سؤال بسيط، بس الإجابة عليه كفيلة تغير الطب للأبد. فقبل ما نبدأ في الفيديو، أهم حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي، ويلا بينا. سنة 1918 يوم 23 يناير بالظبط، في بيت صغير وسط مدينة نيويورك، بيت لعيلة مهاجرة جاية من أوروبا الشرقية، اتولدت بنت محدش كان متخيل إنها في يوم من الأيام هتغير وجه الطب. البنت دي كان اسمها جيرترود بيريل إليون. أبوها روبرت إليون مهاجر من ليتوانيا، شغال دكتور أسنان بيحاول يثبت نفسه في بلد جديدة. وأمها بيرسا كوهين إليون من بولندا، ست بيت طيبة وهادية وبتعامل بنتها بحنية تخلي أي بيت دافي. جيرترود قضت أول 7 سنين من حياتها في شقة صغيرة فوق عيادة أبوها، مكان بسيط جدا بس فيه حب وتعليم انضباط. كانت بتحب المدرسة أكتر من اللعب، تسأل أسئلة أكتر من أي حد في سنها، واللي حواليها كانوا شايفينها مختلفة شوية، بس هي ما كانتش مهتمة وكانت بتحلم تكبر وتتعلم أكتر. لكن لما العيلة كبرت وربنا رزقهم بطفل جديد، قرروا يتنقلوا في مكان أوسع في برونكس، المنطقة اللي كانت وقتها عاملة زي الحي الراقي في نيويورك. الأم انشغلت بالبيبي الجديد، وده خلى جيرترود تقضي وقت أطول مع جدها اللي لسه جاي من أوروبا. الجد ده كان بالنسبة لها موسوعة متحركة، بيحكي لها عن بلاده وعن الحرب وعن الناس اللي شايفاهم. كان بيزرع فيها حب المعرفة من غير ما يقصد، ومن كتر ما كانت بتحبه كانت بتسمع كلامه أكتر من أهلها. بس القدر كان محضر لها صدمة، الجد اللي كانت بتقعد معاه كل يوم هيمرض قريب، والموقف ده هيغير حياتها كلها. جيرترود كانت بنت شاطرة بتحب المدرسة أكتر من اللعب، وعندها حلم واضح تكمل جامعة وتبقى باحثة كبيرة. بس يا صديقي، الحياة عمرها ما بتمشي على مزاجنا، لازم يكون في جانب كده يقلب الموازين كلها. سنة 1929 حصلت الكارثة، انهيار البورصة الأمريكية، أكبر أزمة مالية في التاريخ الحديث. شركات وقعت وبنوك قفلت، والناس اللي كانت عندها ملايين بقت مش لاقية ثمن العشاء اللي هم بياكلوه. وطبعا لما الدنيا كلها وقعت، شغل أبوها كدكتور أسنان وقع هو كمان. الناس ساعتها أصلا كانت بالعافية بتلاقي تاكل، فمين فاضي اللي هو يروح يظبط دروسه؟ من الآخر كده يا صديقي، الحياة اللي كانت ماشية بخطة واضحة اتقلبت، الفلوس قلت، ومستقبل جيرترود الأكاديمي اللي أهلها كانوا بيرسموه اتحول لحلم بعيد جدا. بس اللي محدش كان يعرفه إن الأزمة دي هي اللي هتخلق من جيرترود إصرار مش طبيعي، إصرار هيغير الطب بعد كده بالكامل. وهنا يا صديقي بيبدأ يظهر المعدن الحقيقي. بدل ما تنهار وتقول خلاص حياتي انتهت، جيرترود اختارت الطريق الصعب. اشتغلت في الصيف في أي شغلانة تلاقيها، من بيع بسيط لشغل مكتبي، يعني كانت بتساعد أهلها من غير ما تشتكي، وفي نفس الوقت بتذاكر علشان تحافظ على حلمها. الأزمة الاقتصادية علمتها درس عمرها ما تنساه، إن الأمان الحقيقي مش في الفلوس، الأمان في العلم، لأن العلم يخليك تعرف تتصرف حتى لو العالم كله وقع حواليك. لكن في وسط كل ده حصلت الصدمة اللي غيرت حياتها بالكامل. جدها اللي كانت بتحبه جدا، الراجل اللي كان بالنسبة لها مصدر الأمان والحكمة، اتصاب بالسرطان. شافته بيتألم كل يوم وهي مش قادرة تعمل له أي حاجة، ولا حتى الأطباء كانوا عارفين يعملوا له أي حاجة، لحد ما مات. المنظر ده يا صديقي كسرها من جوه، بس في نفس الوقت زرع جواها نار مشتعلة. من اللحظة دي قررت إنها تكرس حياتها عشان محدش يعني زي جدها تاني. وقالت بعدها في مقابلة نادرة: كنت قريبة جدا من جدي وشفته وهو بيموت في المستشفى، وده ترك جوايا أثر عميق، ومن وقتها قررت إن محدش هيعاني الألم ده تاني. بعد كل اللي مرت بيه، جيرترود قررت إنها مش هتستسلم. اتخرجت من الثانوية وهي عندها 15 سنة بس يا صديقي، الذكاء لوحده مش كفاية، خصوصا لما الفلوس تخلص وادخارات والدها خلصت، والحلم بتاع الجامعة كان بيطير من قدام عينيها. لكن الحظ أو يمكن القدر فتح لها باب ما كانتش متخيلاه. اتقبلت في كلية هانتر، كلية بنات تابعة لجامعة مدينة نيويورك، كانت بتقدم تعليم مجاني لبنات الشطار، وطبعا جيرترود كانت من أولهم. ورغم إنها كانت لسه موجوعة من وفاة جدها، قررت تدخل قسم الكيمياء عشان حلمها الجديد بقى واضح: أنا هحارب السرطان. كانت طالبة شاطرة وعنيدة، بتذاكر ليل نهار، مفيش حاجة كانت بتوقفها، لا قلة الفلوس ولا تعب ولا نظرة اجتماعية. اتخرجت وهي عندها حوالي 20 سنة، بس لما بدأت تدور على شغل كيميائي اتصدمت. المعامل كانت بترفضها علشان هي مش مؤهلة، لا عشان هي بنت. ساعتها المجال كله كان شبه مقفول في وش الستات. تخيل يا صديقي، واحد متخرج بدرجات عالية لكن محدش راضي يديه فرصة، وده كان كفيل يخلي أي حد يزهق. بس الكلام ده ما يمشيش مع جيرترود. هي قررت تكمل بطريقة، تبتدي من الصفر حتى لو هتشتغل ببلاش، المهم تمسك أول خيط في طريق الحلم. بعد شهور من البحث، جيرترود أخيرا لقت شغلانة، بس للأسف كانت مؤقتة، مدرسة كيمياء حيوية في كلية تمريض بمستشفى نيويورك. قالت خلاص دي بداية كويسة، بس بعد 3 شهور بس المهمة خلصت ورجعت تاني عاطلة عن العمل. بس جيرترود مش من النوع اللي هيقعد يستنى المعجزة، قررت تشتغل حتى لو ببلاش، وقبلت بوظيفة مساعد مختبر بدون مرتب علشان تكسب خبرة حقيقية مش بس شهادات على الورق. والخطوة دي يا صديقي كانت نقطة التحول. بفضل شغلها المجاني وشوية مساعدات من أهلها، قدرت تكمل دراساتها العليا في جامعة نيويورك. درست ماجستير في الكيمياء وهي بتشتغل في نفس الوقت، بتدي دروس علوم في مدارس عامة صباحا وبتكمل أبحاثها بالليل، يعني حرفيا مفيش نوم ولا راحة. بس في المقابل في حلم بيكبر كل يوم. وفي سنة 1941
1944 قدرت جيرترود تحقق أول إنجاز كبير في حياتها العلمية، حصلت على الماجستير في الكيمياء. بس اللي جاي كان أهم وأخطر، لقائها بالشخص اللي هيغير مجرى حياتها بالكامل. سنة 1944 الدنيا كانت مولعة، الحرب العالمية لسه شغالة والرجالة كلها في الجبهة، يعني المعامل فاضية ومحتاجة أي حد يعرف يمسك أنبوبة اختبار من غير ما يفجر المكان. في الوقت ده شركة صغيرة اسمها بيروز ويلكم كانت بتدور على باحثين مساعدين. الشركة مش كبيرة قوي بس عندهم طموح وبيفكروا بطريقة مختلفة عن الباقيين. وهناك حصل اللقاء اللي هيغير حياة جيرترود للأبد. دخلت تقابل الراجل اللي هيبقى شريكها العلمي، جورج هيتشينجز، راجل عبقري بس بصراحة مش سهل التعامل معاه، ما بيحبش الروتين وما عندوش وقت للمجاملات. العلم بالنسبة له مش معمل ودفتر، العلم تفكير بره الصندوق، واحيانا تفجر الصندوق كله. جيرترود دخلت المقابله وهي متوتره، ماسكه السي في بالعافيه، وسالها عندك خبره في البحث العلمي؟ قالت له لا بس عندي شغف. وقف لحظه كده وفكر وبمنتهى البساطه قال لها تمام اشتغلي. من غير مقابله معقده ولا لجان ولا اوراق توصيه، الراجل شاف في عينيها نفس الشراره اللي عنده. ومن اول يوم في المعمل جيرترود بدات تتعلم كل حاجه بسرعه خرافيه. بس اللي فعلا ميزها عن بقيه زمايلها انها كانت بتفكر مش بتقلد. وقتها العلماء كانوا شغالين بطريقه الحظ، يجربوا 1000 ماده وواحده يمكن تشتغل. تحسهم بيلعبوا قمار مش بيعملوا دواء. بس جورج وجيرترود قالوا لا يا جماعه كفايه تخمين، خلونا نفهم الخليه الاول بتشتغل ازاي وبعدين نصمم الدواء اللي هيوقفها في النقطه الصح. وده يا صديقي العزيز كان ميلاد فكره العلاج الموجه، تارجتد ثيرابي، الفكره اللي الطب الحديث كله قايم عليها لحد النهارده. سنين في الشغل المتواصل ليل ونهار، تجارب بتفشل وتجارب بتنجح، لكن في الاخر جيرترود وجورج عملوا المستحيل. اول انجاز كان في سنه 1953 لما جيرترود شاركت في اكتشاف دواء اسمه ميركابتوبيورين 6. وده يا صديقي كان اول علاج فعال ضد سرطان الدم عند الاطفال. تخيل كده معايا يا صديقي، الاطفال اللي كانت نسبه وفاتهم كانت 90% بقت نسبه شفائهم تعدت 80%، يعني امل جديد لحياه الاف العائلات اللي كانت فاقده الامل تماما. لكن جيرترود ما وقفتش هنا، العقل ده كان شغال زي ما كان ما بتفصلش ابدا. بعدها ساهمت في تطوير دواء AZT اول علاج فعال ضد فيروس الايدز، ودواء زيلوبريم لعلاج النقرس، ودواء ايموران اللي بيستخدم لتقليل رفض الجسم لزرع الاعضاء. ودي مجرد عينه صغيره من اللي عملته الست دي يا صديقي. الطب قبلها كان حاجه وبعدها بقى حاجه تانية خالص، والنتيجه اكتر من 45 دواء شاركت في تطويرهم، 45 براءه اختراع باسمها، ملايين الارواح تم انقاذها بسبب شغلها. والاهم من ده كله انها فتحت الباب لكل الستات يدخلوا عالم البحث العلمي بجرأه واحترام بعد ما كان مقفول عليهم بالسلاسل. يعني جيرترود يا صديقي ما انقذتش ارواح بس، دي كمان انقذت احلام. واللي هيصدمك يا صديقي ان جيرترود بكل اللي عملته ده ما كانش معاها دكتوراه في الكيمياء، والله زي ما بقول لك كده كل الابتكارات والعبقريه ديت وهي معاها ماجستير بس. كرست كل حياتها لاكتشاف ادويه بتخفف الم الناس، ما فكرتش في شهره ولا في اضواء، كانت بتفكر في حل. وتقديرا لجهودها العظيمه خدت جائزه نوبل في الطب سنه 1988 وشاركتها مع استاذها جورج. وسنه 1999 رحلت العالمه الكبيره جيرترود إليون بعد حياه مليانه علم واصرار وانجازات عظيمه، لكنها ما سابتش وراها ادويه بس، سابت طريقه جديده للتفكير خلت كل عالم يجي بعدها يسال نفسه مش ازاي لكن ليه لا. تخيل يا صديقي بنت اتولدت في نيويورك سنه 1918 عشان ازمه اقتصاديه خانقه، وجدها اللي كانت بتحبه مات بسبب مرض مالوش علاج، واترفضت في عشرات الوظائف لكن عمرها ما استسلمت، وبدل ما تعيش ضحيه الظروف قررت تبقى جزء من الحل. فالمره الجايه لما تمسك دواء او تشوف اعلان عن علاج جديد افتكر ان في يوم من الايام كانت في واحده اسمها جيرترود إليون قررت تقول لا انا هفهم المرض ده، وفضلت ورا السؤال لحد ما وصلت الاجابه اللي انقذت العالم. ودي كانت قصه العالمه العظيمه جيرترود إليون، الست اللي غيرت شكل الطب في العالم من غير ما تاخد حتى دكتوراه. حياتها كانت اكبر دليل ان الشغف العلمي يقدروا يكسروا اي باب مقفول. وبهنا تنتهي قصتنا النهارده. يا صديقي لو القصه دي الهمتك او علمتك حاجه جديده ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد من سلسله علماء منسيون. واكتبوا لي في التعليقات عن اي عالم انتوا عاوزينه الحلقه الجايه، واستنوني في الفيديو الجاي. سلام.